السلام عليكم. اليوم مع وصفات امهاتكم بعض الساندويتشات روعه، يعني كلمه روعه قليله في حقهم. روعه تحفه بزاف خفاف. هذا هو شوالم في هذا الوقت اللي رانا فيه، ميم لي فاكونس جايين الصيف السخانه هكذا نوعوا ونديروا حاجه بنينه. يلا تبعي معايا للاخير تكتشفي الطريقه كيفاش حضرت هذا الساندويتش تاع نهار اليوم. نبدا بالعجينه هي الاولى اللي بزاف سهله ومعتمدتها يعني في اغلب الوصفات، اللي هي كاس حليب دافي، رايحه نديرلها ربع كاس نتاع الزيت، راح نزيد عليهم مغرف كبيره نتاع خميره الخبز ومغرف كبيره نتاع السكر. نخلط هذه المقادير مع بعض اذا، ونزيد عليهم مغرف صغيره نتاع الاتاي تاع الملح. يعني هادو مقادير مضبوطه، راح يجي كلش سوا سوا يعني، وما نديرهاش كامله لانه انا عمرتها بزاف. نخلط مليح مليح، من بعد نبقى نزيد في الفرينه غير بالعقل وانا نلم فيها حتى نحصلوا على عجينه اللي تكون طريه ندلكها ونقدر نتحكم فيها. بعد ما لميتها نبقى ندي فيها ونجيبها بهذه الطريقه، يعني ندلكها غير في الغيسيبيون كيما تقدري تنحيها وديريها في بلون دو طرافاي. ندلكها هكذاك واحد 2 دقائق. اذا ها هي العجينه بعد ما دلكتها. المهم العجينه ما ديريهاش طريه بزاف متلوقه باش كي نديروا لي ساندويتش ما تجيناش خفيفه بزاف ونقدروا نرفدوا الساندويتش تاعنا ونديروه في السنيوه. من بعد نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح اقل شيء الا ما خليتيهاش ترتاحت لازم 30 دقيقه. اذا نخلوها ترتاح تعاود تخمر لنا باش نشكلوا لي ساندويتش. بعد ما خمرت لي العجينه، ها هي العجينه معنا خليتها يعني حتى طلعت. اذا نحكموا هذيك العجينه تاعنا بهذه الطريقه. دوك نقسمها على حساب لي ساندويتش، راني حبيتهم كبار ولا صغار. احنا ماذا بينا في الساندويتش نرقوا العجينه ما نديروهاش خشينه. اذا هذه نقطعها على 3 وهذه على 3، يعني يديروا لي 6 نتاع لي ساندويتش. نحكم كما العاده نكور، شوفوا نحكمها مباشره والعجينه من النوع اللي ما تلصق ما والو، راح تسهل عليك الخدمه. اذا بهذه الطريقه. اذا بعد نحكم الخبزه الاولى ونفتحها بالحلاب على شكل اوفال ونرقوا العجينه على قد ما نقدروا. تقدري مامي الا حبيتيهم كبار تقسميهم غير على 4. دوكا هنا انت تتحكمي في الكبر نتاع الساندويتش تاعك. المهم العجينه تكون رقيقه. بعد ما فتحت العجينه شوفوا العجينه شحال رقيقه، لازم تكون رقيقه بهذه الطريقه. كي طيب وتخمر هنا راح تجينا سوا سوا. حنا ماناش حابين الساندويتش تاعنا غير العجين. نسقمها هكذا بيدي، نحكم هذا الفرماج تاع الساندويتش نديرو في القاعده. نبدا نفتحو ندير هكذا بالطول وحده ونقسمها. المهم تكفيني بالطول. عندي هنا كميه نتاع الدجاج ولا عندي سكالوب دو دانت قطعته رقيق طيبته. تحبي ديري بصل تحبي ما ديريش، انا ما درتش لانه ولادي شويه مع البصل ما يحبوش ياكلوه. درت له ملح فلفل الكحل توابل الدجاج وثوم بودره وحمرته مليح مليح. ندير هكذا كميه الدجاج، ديري طون فيون داشي، ديري لا صوص طوماط، ما ديريش الدجاج. مع هاد الايامات الدجاج يعني راهو رخيص بروفيتو. حتى السكالوب راهو بزاف مليح في السومه تاعو. نحط هكذا شويه نتاع السكالوب. وعندي هنا كميه نتاع لي فريت اللي كنت قليتها. ندير كميه تاع البطاطا هكذا على الوجه هكذا، ونزيد لهم كميه تاع الشيدر اللي كنت سكرفشتو. معليش يكون طالع هكا، يعني ساندويتش واحد مشبع. نديرلو شويه تاع الجبن مبشور. من بعد نحكم هذيك العجينه تاعنا ونقلبها غير هكذا، يعني ما نغلقش على الساندويتش تاعنا، نخلوه هكذا يبان
هذاك الفرماج يبان بهذه الطريقه، يعني ما نغلقوهش مليح مليح ونرفدو بهذه الطريقه. هي من الاحسن تستعملي ورق الطهي والا بلاستيك. اذا نسيي كيفاش نرفدو ونستفو في السنيوه. اذا نكمل نشكل كامل العجينه اللي عندي بنفس الطريقه تاع الساندويتش الاول. بعد ما كملت كامل وعمرتهم، هنا عندي بيضه كامله خلطتها مليح. اذا وندهن الوجه بهذاك البيض كدا باش يجونا محمرين ويجونا شابين، وندير لهم شويه تاع السانوج والا الجلجلان. اذا وندخلهم مباشره يطيبوا، ما نخليهمش يرتاحوا على 180 190 درجه. تشوفي نتحمرهم لتحت، تحمريهم على الوجه وخرجيهم. هذا وين طابوا وخرجتهم، شوفوا فاش طابوا محمرين وطابوا بزاف بزاف يشهوا. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده. بعد ما طابوا وتحمروا الله الله عليهم، شوفوا لي هذاك الساندويتش، وكان درتهم كبار. العجينه دير لك 6 ساندويتشات كبار. كي تحبي تقدميهم تحكمي اي صوص تكون عندك وتفتحيها يعني، وتزيدي حبيت تزيدي سلطه تزيدي واش حبيتي. شوفوا للداخل كيفاش جاو مفرمجين، جاو تحفه. زيدي لاصوص اللي حبيتيها. انا زدت لهم لاصوص مايونيز. عليه الصلاه والسلام. ونقدم الساندويتش تاعنا. راح نقسم لكم واحد باش تشوفوا القوام تاعو من الداخل كيفاش عامل. اذا بسم الله. هذيك العجينه خفيفه، هذيك لي فريت، هذاك الفرماج اللي درناه للداخل ولا اروع. يلا ما عليكم غير تجربوا الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.